شايفين الجمال والحركات والتركات؟ احلى شوية سينابون تعمليها مع وصفات ندى الشطورة. لو عايزة تعرفي انا عملت ازاي الحركات والتركات دي، يلا بقى ادخلي وشوفي الفيديو علشان تشوفي عملته ازاي، والمقادير اقتصادية خالص. هنا والشفا عليكم يا احلى ويا اجمل متابعين. بركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم احلى واجمل سينابون اقتصادي من مكونات سهله جدا. كيلو دقيق، ومعايا نص كوب زيت، معايا بيضتين، ونص كوب سكر بودر، معايا علبة زبادي كبيرة يعني تسوي علبتين صغيرين. عنديش زبادي استبدليها بلبن، ما عندكيش زيت استبدليها بزبدة، يعني كل الحاجات تقدري تستبدليها. ومعايا هنا خل وملح، ومعايا كيس بيكنج باودر، ومعايا خميرة. برضو دول كلهم هشتغل بيهم. احط المكونات كلها بتاعتي على طول في العجان واشتغل واقول بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا كده على النبي، وما تنسوش رشة الملح سنة عن النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وابتدي كده انزل كل المكونات تتعجن مع بعض اهو بالشكل ده. والبيضتين على درجة حرارة الغرفة، نص كوباية الزيت. اللي ما عندهوش زيت وعنده زبدة يعمله بزبدة، أنا عاملة اقتصادي. ونص كوب سكر بودر. يلا كده آخر حاجة عندي معلقة خل أهو. يلا بقى أحطه كده على العجين بتاعي، يديله عجنة حلوة كده لغاية ما قوام العجينة يبقى تمام، وارجع لكم. يلا كده العجينه بتاعتي اديتها عجنه بالمكونات. يلا كده بكوبايه الزبادي احط كده شويه ميه علشان تبتدي تعجن الخميره تفاعل العجينه كلها مع بعض، والخميره بتاعتي تشتغل. يلا بينا نفتح العجان، وافضل كده احطه في الميه لغايه ما قوام العجينه يبقى مظبوط. كده العجينة بتاعتي بقت تمام. العجينة بتاعتي القوام بتاعها تعالى اوريكم القوام بتاعها، وما بتكونش طرية وما بتكونش قاسية قوي، بتكون متماسكة بالشكل ده كده اهو. اهو اطلع كده يد العجان، القوام بتاع العجينة بتبقى قوامها مش بيلزق، يعني عجينة مقفولة كده، شايفين ما لزقتش خالص بايدي. والقوام تحسوها تقيل شوية بس مش قوي. ده القوام بتاع العجينة بتاعتي، شايفين اهو ما بتلزقش خالص في ايدي. يلا بقى هحطها كده اهو في العجان زي ما هي، واغطيها واخليها تخمر، وارجع لكم علشان نشوف الحركات والتركات بتاعة السينابون بتاع فيديو النهارده هنعملوا له ايه. العجينة ما خمرت، شايفين ازاي بقت زي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابتدي يلا كده رشيت الرخامة بتاعتي بشوية دقيق، وابتدي كده انزل العجينة بتاعتي على الرخامة اهو بالشكل ده، وافردها اهو بالطريقة دي. شايفين ازاي هنعمل احلى سينابون في 5 دقايق بس. شايفين الحركات والتركات؟ احلى واجمل سينابون هنعمله. شايفين انا فردتها ازاي؟ حاجة بسيطة كده اهو. وكده
كده بعد ما فردتها معايا ربع كيلو من الزبدة على درجة حرارة المطبخ، يعني يعني مش مجمد، عايزينه كده قابل للفرد علشان افرده على السنابون بتاعي. شايفين الحركات والتريكات؟ بظهر المعلقة كده وافرد بالشكل ده على السنابون بتاعي. اسرع كده ايدي اهو. شايفين الجمال؟ احلى وصفات لما بتبقى مفرودة بالزبدة. الزبدة بتخليها هشة وطرية خالص من جوه، والطعم في حتة تاني خالص. اهو تعالوا نحطه هنا كده. عايزين ما نسيبش حتة غير اللي احنا حاطين فيها الزبدة، علشان لما نرش السكر والقرفة بتوعي تبقى حلوة كده وتمسك السكر بالقرفة بتوعي. اهو بالشكل ده. شايفين ازاي؟ صلوا كده على النبي محمد. لو عجبتكم الوصفات الحلوة اللي انا بعملها اكتبولي في التعليقات وصفات تاني، وشجعوني ان انا اكمل في الفيديوهات الحلوة اللي زي دي، علشان نكبر مع بعض في وصفات ندى الشطورة، ونعمل احلى شوية معجنات وحلويات وحلو وحادق تبقى في حتة تاني خالص. شايفين ازاي انا مليتها بالزبدة؟ اهو بالشكل ده. طيب يلا هعمل ايه؟ معايا هنا سكر وقرفة. هبتدي بعد كده ارشهم بالشكل ده اهو على العجينة بتاعتي. سكر وقرفة، ولا اسهل من كده. اهو شايفين ازاي؟ نرش كده في كل الاماكن. الله الله الله. شايفين ازاي؟ انا حبيت ان انا افردهم كده بايدي علشان يبقى كل الحتة جاهز عليها السكر والقرفة بتوعي. يلا كده كده تمام التمام. هبتدي الف كده بالشكل كده اهو. ده اهو اهو. صلوا كده على النبي. عايزاكم تجربوا الوصفات بتاعتي دي وتكتبوا لي في التعليقات طلعت معاكم ايه، وعجبتكم طعمها ولا لا. اهو شايفين؟ لفيتها كده رول بالشكل ده. هبتدي اخر حتة كده اهو، هقفلها، ابتدي اقطعها واحطها في الصواني بتاعتي. شايفين الجمال والحركات والتركات؟ شايفين طولها ازاي؟ واخده كديه كيلو دقيق عمل لي كديه. اجيب كده السكينه بتاعتي وابتدي كده يلا اقطع بالسكينه. هقطع على مقاس 3 صوابع كده، واقطع واقطع. شايفين الجمال والحركات والتركات؟ الله الله على السينابون بتاعي. يا ترى شكله ايه من جوه؟ اهو. صلوا كده على النبي. الله. كده دي اخر حاجة. يلا بقى نشوف الحركات والتركات. يلا بينا. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الجمال والحركات والتركات؟ هبتدي يلا اجيب الصواني بتاعتي اللي مدهونة اهو بالشكل ده، وابتدي اوقف السينابون بتاعي واديله دوسة بسيطة كده اهو، واظبط الدايرة بتاعته عشان لسه هيخمر تاني. اهو اهو بالشكل ده. شايفين ازاي؟ اهو. واحطها، اديلها دوسة بسيطة كده
شايفين بعملها ازاي؟ بظبطها كدويرة، احطها، هسيبهم يلا كده، هغطيهم عشان يخمروا، غطيهم بكيسة، وبعد ما يخمروا ارجع لكم علشان نشوف هنسويه ازاي على درجة حرارة كام. يلا بينا. كده بعد ما دخلته الفرن، شايفين الحركات والتركات كلها على نار متوسطة، شايفين الجمال؟ يلا بقى هطلعه الفرن، اطلع من الفرن واوريكم الحركات والتركات اللي على اصوله في السينابون. معايا من مكونات الصوص بتاعي جبنة النستون اللي هي 8 قطع، ابتدي اضيفها في الخلاط بالشكل ده. معايا معلقة من الزبدة، ومعايا كمان نص كوباية سكر بودر، عليها نص كوباية لبن بودر، كله زي العسل. وبعد كده هضيف ربع كوباية مية دافية، ربع حاجة بسيطة بس كده. هديهم ضربة في الخلاط وارجع لكم. وكده بعد ما طلعته من الفرن، شايفين الحركات والتركات، شايفين الجمال، شايفين اللون من ورا بتاع التحمير في حتة تاني خالص، والشكل روعة وجميل خالص خالص خالص. طيب وهو سخن كده معايا صوص اللي دخلته تلاجة شوية، هبتدي يلا اوزعهم عليه كده بالشكل ده اهو. صلوا كده على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، الصوص ده بيوديه في حتة تاني خالص. صلوا كده على النبي محمد اهو. وزعت كده الصوص بتاعي عليهم اهو، آخر واحدة. الله الله الله، صلوا كده على النبي محمد على الحركات والتركات بتاع سينابون النهاردة. شايفين الجمال؟ وابتدي كده اوزع عليه اهو، وبظهر المعلقة وافرد الصوص بتاعي. شايفين الجمال؟ ايه السينابون اللي زي العسل ده اهو. لو عايزينه يستريح 5 دقايق كده ويتشرب الصوص، وبعد كده تاكلوه، يبقى بالهنا والشفا عليكم. ونفتح كده من جوه ونشوف ايه العظمة بتاعتنا. الله الله الله، شايفين طبقات السينابون، شايفين الحركات والتركات، وطرية وهشة من جوه. بالهنا والشفا عليكم يا أحلى ويا أجمل متابعين في الدنيا. لو عجبكم بقى السينابون بتاعي ما تنسوش تعملوا لي أحلى لايك وسبسكرايب للقناة لو عجبكم السينابون بتاعي النهاردة. السلام عليكم.